بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة ملوك ميت عقبة الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ده أول لايف ليا على الفيسبوك، تملي كنت بطلع على اليوتيوب. صحابي طبعا واخواتي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طالع اتكلم معاكم النهارده في حاجه كده تخص الزمالك وتخص اللاعب امام عاشور. اقول لكم فيها طبعا انا مسميها امام عاشور والمرجح. طبعا اخبار كتير من امبارح، وناس بتشتم في اللعيب وناس بتشتم في الاداره وناس بتقول في راح الاهلي وناس راح بتقول هنا وهنا. بس هي في قواعد كده شويه للجمهور لازم ان احنا نتكلم فيها ونبنيها ونبقوا ماشيين عليها في خطوط ثابته، عشان واحنا بنتكلم يبقى عندنا مصداقيه، او احنا لما نيجي نشتم لاعب او نهاجم لاعب او نتهم لاعب بالخيانه او نتهم بلاعب راح المنافس، وخصوصا دي بتبقى غصه لو لعيب راح من الزمالك للاهلي او من الاهلي للزمالك، فبتبقى غصه عند الجمهور شويه وبيكسب عليك بونت معنوي، خصوصا ان هو واخد لعيب كويس ولعيب عالي ولعيب سنه صغير. فمبدئيا قبل ما نتكلم في اي حاجه، امام عاشور لعيب كبير جدا، لعيب من اهم لعيبه في مركزه في افريقيا، لعيب دولي، لعيب منتخب مصر، لعيب مهم جدا جدا جدا، لعيب يتبنى عليه حاجات كتير للمستقبل. فمبدئيا كلمه ان الفرقه ما بتقفش على لعيب والفرقه ما بتقفش على حد، لا، الفرق بتقف على لعيبه والفرق بتقف على حد. كلنا شايفين زيزو وقيمته الفنيه جوه نادي الزمالك دلوقتي. لعيب زي زيزو لو مش في الملعب انت بتتاثر جامد جدا. لاعب بيعرف يسجل، لاعب بيعمل اسيستات، لعيب بيعرف يعمل اوفر، لعيب شخصيه قياديه داخل الملعب. بنفس القصه على امام عاشور، لعيب نص ملعب امكانيات عاليه جدا. كلنا شفنا الطفره والمستوى الفني والبدني بتاعه الموسم اللي فات مع فريرة في نادي الزمالك، وراح منتخب مصر ومنتخب اولمبي. لعيب متربي زي لعيب متربي لعيبه منتخبات زي فتوح وزي زيزو وزي اللعيبه دي كلها. دي نمره واحد. فمبدئيا اللعيب لعيب كبير جدا جدا، عشان بس الناس ايه ما تطلعش ما بيقفش على حد لا، الكوره بتقف على لعيبه معينه، والكواليتي بيفرق مع اي نادي في نوعيه اللعيبه اللي عنده. دي نمره واحد. نمره اتنين، المنافس لما بياخد منك لعيب انت بتقويه اكتر، لعيب زي ده انت بتقويه اكتر وبتوقفه على رجله اكتر، وبياخد بونص فني ومعنوي عليك ان هو واخد منك لعيب. طبعا في الوقت ده انا بالنسبه لي اللعيب طالما راح المنافس بتسقط كل حاجه قبل كده معايا، حبه، مستواه، لعبه، ادارته، اي حاجه ما بتفرقش معايا. اللعيب خلاص غار في 60 داهيه، ده مش مشكله بالنسبه لي. طالما غار يغور، لما راح لهم وقبل اللي هو يروح ويلبس التيشيرت الناحيه الثانيه انا ما يفرقش معايا. لكن اللي انا بتكلم فيه، اللاعب لم يعلن لغايه دلوقتي النادي الدنماركي عن توقيعه لاي نادي. اللاعب النهارده ميدو طالع في لايف على الانستجرام بيقول ان هو موقع من 4 ايام والنادي الدنماركي ما يعرفش حاجه، وهو بيكلمني من امبارح. كلام كله متناقض، ان هو بيكلمه من امبارح واللي هو طالع في لايف على الانستجرام. ازاي الكلام ده وانت ما اتحركتش؟ انا امتى الوم اللاعب؟ لما اتحرك اقول له يا ابني انا عايزك مرتضى منصور وميدو بيقول لك اللاعب يمد ايده. طب اللاعب ده اللاعب بيتاهل جوه نادي الزمالك، بيتعافى من اصابته الايام اللي فاتت كلها جوه نادي الزمالك. اللعيب باين قوي ان هو زملكاوي واهله زملكاويه وعيلته زملكاويه. انت منين جاي بتقول انت اللعيب هيمد ايده ازاي؟ هل اللعيب ده النادي دافع فيه 2.5 مليون دولار او 2.5 مليون يورو لنادي الزمالك؟ هل اللعيب ده النادي مش عايز فلوس عشان خاطر يسيبه؟ ما حاجه بالعقل يا جماعه. النادي ده مش اللعيب ده يحق له التوقيع لو النادي بتاعه هو اللي اتفاوض مع النادي التاني؟ دي امور بديهيه المفروض نتكلم فيها ونبقوا واقعيين واحنا بنتكلم. ما ينفعش انا الوم لاعب وانا ما اتحركتش. اداره الزمالك ما اتحركتش ان هي تجيب امام عاشور. اداره الزمالك ما راحتش في 100 الزمالك ما فيهوش فلوس وعنده ازمه ماديه، هي بس الفلوس ما بتطلعش غير للعيبه ايه، سامسون ونداي واللعيبه دي. لكن ما علينا من الكلام ده. انت دلوقتي عندك ازمه ماليه في 100 ومليون طريقه للتفاوض. انا اروح عايز اعاره بنيه الشراء، اخده من سنه ب 700,000 ب 600,000 دولار وانا لسه واخد فيه ب2. ما النادي دافع فيه فلوس، على الاقل عايز ثمنه.
النادي دافع فيه فلوس، على الاقل عايز الفلوس اللي دفعها فيه. يبقى انا ما اطلعش الوم اللاعب والنادي بلجنه فنيه بقى باداره بكله، ما اتحركش تحرك رسمي. الراجل بيراميدز اتحرك رسمي، الاهلي اتحرك رسمي، وعرف طلبات النادي وعرف كل حاجه وسمعوا من الولا. ويحيى علي طبعا كلنا عارفينه، هو احمد يحيى، وعارفين الشغله بتاعتهم مع اللعيبه والسمسره، وعارفين القصه كمان ان نسبه البيع راجعه للشركه المسؤوله اللي هي احمد بتاعت يحيى علي. وطبعا لو رجع للزمالك النسبه بتاعت الشركه مش هتاخدها، لان ده بند محطوط ان اللعيب لو رجع للزمالك بس الشركه ما تاخدش نسبه من اعاده البيع. يبقى اكيد يحيى علي مش هيحب يرجعه للزمالك، لان على الاقل هياخد له 300 400 الف دولار، يعني يبقى ما يعادل يعني بتاع 3 4 مليون جنيه، فمش هيسيبهم عشان خاطر الزمالك. فالعقل زينه، العقل زينه. قبل ما نشتم لعيب انا اروح اكلم اللعيب واجيبه واشوفه، وبعد كده احطه قدام الامر الواقع. ولا انا اتفوت واتكلمت وقدمت؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والله انا اتفوت واتعاقدت واتكلمت وعملت كل شيء عشان اجيب اللعيب في الوقت ده قصر وما جاش، يبقى انا بحطه قدام امر واقع وقدام الجمهور وهو يلبس شيلته. ساعتها اللعيب يبقى خاين، اللعيب مش عايز يجي لي، اللعيب عايز يروح للمنافس، يبقى هو كده اتحط قدام امر واقع. لكن انا كنادي ما اتحركتش. يعني البطوله العربيه كمان اسبوعين وما فيش لعيب دخل، ما فيش صفقه اتعلنت، كل يوم ناس طالعه بتتكلم، ما حدش بيطمن الجمهور، ما حد. وضع النادي صعب. ايا كنت انت بقى بتدعم الاداره، ما بتدعمش الاداره، بتحب مرتضى، بتكره مرتضى، لكن المهم الزمالك، المهم النادي، المهم الكيان. النادي اللي بيحصل فيه يعني الناس طالعه بتقول اصل المؤامره وتوقيت الطلوع. طب مشكله شيكابالا، في مشاكل كتيره. فامام عاشور والمرجيحه ده رايي، يعني ان امام عاشور عامله شبه المرجيحه اللي هي رايحه جايه كده. عارف المرجيحه انت واحد بيزقك يمين وشمال، فالجمهور ايه؟ اصل انا كلمته، اصل انا ما كلمتوش، اصل هو جه، اصل هو ما جاش. يا عمي ما فيش تحرك رسمي، يا عم النادي هناك ما اعلنش، النادي هناك عايز يخلص منه. حس ان هو اتدبس في لعيب، يعني لا مؤاخذه في الكلمه، عل اللي حس ان هو لعيب دفع فيه 2.6 مليون يورو، جه يلعب ماتشين وفجاه ما لقاهوش ومش عايز يرجع ومش عارف يتكلم، فشايف ان هو لعيب مش كويس. هو شايف ان هو لعيب مش كويس فعايز تحرك. انت فين التحرك بتاعك؟ النادي اللعيب ده عشان يا جماعه بالعقل، العقل زينه. اللعيب عشان يجي لك النادي الدنماركي عشان ياخد امام عاشور جه للزمالك قال له يا زمالك انا عايز امام عاشور. هو يعني من الاخر الموضوع كله من ساعه خروجه في شهر يناير، يوم 29 يناير، والفيديو اللي طلع فيه وبكى وانا عايز امشي والفرصه وانا عايز اجدد لك يا ابني، والكلام العبيط اللي احنا بنشوفه على الهوا، والكلام اللي بيدور في نادي الزمالك وطريقه الاداره اللي شغالين بيها. وانا عارف ان القصه دي مش هترسي على خير. انت اصلا في التفاوض ما عملتش عقد يخلي اللاعب اهم حاجه ليه ان هو يرجع عليك، اهم حاجه. وانت بتعمل في شروط التفاوض العقد بتاعك. خلاص انت، هو اللعيب كان بيعيط عشان يمشي، ما تمشيش يا حبيبي، انا اللي ماسكك. ايه اللي هيحصل؟ ما تمشيش، ما تولع. هو انا اي لعيب هيجي يدبدب لي في الارض ويقول لي انا عايز امشي اقول له اتفضل هات لي عقد وامشي؟ ليه يعني؟ هو انا فاتحها تكيه؟ وانا بجيب اللعيبه انجمها والمعها واوديها منتخب واخليها لعيبه كوره، وفي الاخر اقول له بالسلامه يا حبيبي اصل انت جبت لي 2 مليون؟ هو ما عوضتوش، ولا دونجا عوضه، ولا السيسي، ولا رؤى، ولا الوردي، ولا حد عوضه، ولا بالحاج عوضه. ما حدش يعوض لعيب زي امام. فالعقل زينه. انا لما باجي هو طالع، والله يا جماعه زينو تعالوا انا عايز طلباتي كذا، شروطي كذا. انا العقل زينه، العقل زينه. انا هو طالع طلباتي كذا، انا عايز كذا. طب خلاص طلع وقفلت زي الدومينو، هي قفلت زي الدومينو بالظبط، وانت اللعيب طالع وبيدبدب في الارض وعايز يمشي. طب حلو، انت خد اللاعب واتفقنا على المبلغ، ليا نسبه من اعاده البيع. ده الف ب اداره، ده الف ب اداره. برشلونه هو بيبيع لعيب عنده ب 100 مليون بيحط بند، باريس هو بيبيع ليفربول وهو بيبيع كوتينيو لبرشلونه بيحط بند. كل واحد بيحط بند يفيده مستقبلا من اللاعب. مش انت عايز تمشي والنادي متمسك بيك وعمال تدبدب لي وتعيط وتوقوق وهتخسرني خساره فنيه في ارض الملعب؟ لا انا اكسب ماديا، اقدر اجيب من خلالك لعيب واثنين وثلاثه.
تعالى في نسبه من اعاده البيع 15% 20% حسب التفاوض. تعالى تاني، والله اللعيب ده لو ما نجحش وما نجحش عندك وحبيت ترجعه مصر، الاولويه ان هو يرجع على نادي الزمالك، الاولويه يرجع على نادي الزمالك، النادي اللي مطلعه لك. ده بند واحط انا شروطي، لكن انا اسيبها عايمه وما اتحركش وما اتكلمش، وفي الاخر الاقي الجمهور طالع اصل امام خاين، اصل كلب فلوس، اصل مزايدات، اصل مش عارف ايه، وميدو طالع النهارده في لايف يضحك علينا يعني مفكرنا احنا يعني يا جماعه ده احنا الكره بقت واضحه والمعالم بقت واضحه وكل حاجه بقت واضحه، مفيش يعني هزار، كل حاجه بقت واضحه، كل حاجه الصوره بقت واضحه والدنيا بقت واضحه. مش هنقعد احنا نزايد على بعض، احنا الزمالك اهم حاجه عندنا وهو المهم والاهم. انت ما اتحركتش رسمي عشان تجيب اللاعب، انت ما اتحركتش رسمي ولا بطريقه اي طريقه اللي انت تجيب اللاعب. لكن مرتضى منصور طالع يقول لك اصل الكوافير وابوه وهو بيحلق للناس. يا عم انا مالي بالكوافير، انا عايز اللعيب يجي النادي. انا ما اخليش المنافس ياخد بونت عليا بلعيب كواليتي زي امام عاشور، ما خلوش ياخد بونت عليا في لعيب زي ده. اللعيب على فكره كل اصحابه وكل الناس اللي اعرفها واللي بكلمهم واللي قريبين منه واللي بيكلموه، اللعيب عايز يجي الزمالك وحاطط اولويه لنادي الزمالك. اللعيب كل اصحابه وقرايبه واخواته وناس صحابي جدا بكلمهم ومع المعرفه، اللعيب في حاله نفسيه سيئه جدا وهو عايز يجي النادي، بس النادي ما بيتحركش. النادي بالكلمه قالوا له معناش فلوس نجيبك. فما حدش يطلع يقول لي اصل اللعيب خاين، اصل اللعيب متمرد، اصل اللعيب ملوش لازمه. لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح. دي كان رايي وحكايتي مع امام عاشور والمرجحه زي ما قلت لكم قبل كده. طبعا عندنا ماتش مهم جدا في الديربي بالراحه. والله يا كريم حمزه بيقول لي بالراحه، والله الواحد متعصب. الوضع الاداري في نادي الزمالك الواحد معصب الواحد ومخلي الواحد مش شايف قدامه. مفيش ملف يا اسطى وانت منافس فعلا. مش فاهم يعني ايه يا اسطى وانت منافس فعلا، مش فاهم. المهم يعني فهمها لي بس. الفكره ان الواحد متعصب لان الاداره مفيش ملف في الاداره بينجح، ومفيش ملف ماشي بشكل مستقيم، ومفيش ملف ماشي في طريق النجاح. يعني انا شايف ان الناس اللي موجوده دلوقتي بمرتضى من غير مرتضى بالناس اللي موجودين مش بيعملوا حاجه لخدمه النادي، كل حاجه ضد مصلحه النادي. يعني مش عارف يعني ايه يا اسطى دي، بس ماشي وانت منافس فعلا ممكن توضحها. بس هي الفكره يا جماعه الحقائق والادله والبراهين بتبقى واضحه، بلاش نستخبى. احنا نادي الاداره عندنا زيرو، وإدارة الملفات في المشاكل وفي التعاقدات وفي الأمور الفنية اللي هي تخص الإدارة شغالين غلط بنسبة 1000000%. ما بنشتغلش صح، هي كلها وعود وكلها تصريحات وكلها كلام على الفاضي، ولا بيودي ولا بيجيب. الفكره اللي انا طالع اتكلم فيها ان امام والمرجحه الزمالك ما اتحركش رسمي عشان خاطر يجيب اللعيب. فازاي اللعيب هيجي لك؟ لان يا جماعه ببساطه اللعيب مرتبط مع نادي، اللعيب مرتبط مع نادي، إن عشان تجيبه لازم تفكه من نادي. اللعيب ده بيقول له النادي بقى عندنا بيقول له فك نفسك وتعالى. طب هيفك نفسه ازاي؟ هيقول له النبي ودوني الزمالك، ولا هيدفع من جيبه 3 مليون دولار اللي النادي عايزهم؟ مستحيل، مستحيل. اصل 1+1 يساوي 2. فالعقل زينه، بلاش نيجي عند حاجات ونغمض عينينا ونتكلم بالمشقلب يعني امام انا لو راح الاهلي خلاص ولا يسوى لعيب طالما لبس اللي راح المنافس، ولا يسوى بالنسبه لي ويغور في 60 داهيه، واتمنى له كل سوء هو وناديه. من الاخر هي دي الكوره، وهو ده اللي انا اعرفه في التشجيع. انا بشجع الزمالك وما بتمناش الخير غير للعيب اللي عندي والناس اللي لابسه التيشيرت بتاعي. لكن قدامي فرصه ان اجيبه وما يروحش واتقاعس واسكت وما اروحش اجيبه، يبقى انا عندي مشكله كبيره فنيه واداريه. يعني ارجو ان يكون الرساله وصلت والكلام بتاعي وصل. ده كان لايف سريع كده معاكم بتكلم فيكم عن الموضوع دوت. ان شاء الله اعمل لكم حلقه ان شاء الله عن ماتش الاهلي بامر الله، وتنزل ان شاء الله تتابعوها.
الناس كلها تعمل لايك للبث بقى كده يا جماعه، ومشاركه عشان نكبر. الواحد بيكبر باخواته الزملكاويه، بتشرف بيهم اللي بيساعدوني ويقفوا جنبي تملي ويدعمونا. فبشكر كل اخواتي الزملكاويه، واحنا ظهر وسند لبعض. بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.